أهلا بكم في قناة كرة الآن. قبل أن نبدأ فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. نتكلم في هذا الفيديو عن فوز المنتخب المغربي على نظيره الأسباني. تألق سوبر بونو رجل المباراة. أول مدرب عربي يحقق هذا الإنجاز وليد الركراكي. حقق المنتخب المغربي انتصارا تاريخيا على المنتخب الأسباني بركلات الترجيح والوصول لثمن النهائي، حيث أصبح أول منتخب عربي يصعد لهذا الدور في المونديال، كما إنه جاء على حساب إحدى المرشحين للفوز باللقب. وسيلتقي المنتخب المغربي في دور ربع النهائي مع المنتخب البرتغالي. تتألق الكثير من اللاعبين وعلى رأسهم الحارس الكبير ياسين بونو الذي تعمق في المباراة وتصدى لعدة هجمات خطيرة، كما واصل تألقه في ركلات الترجيح وكان رجل المباراة. حروف من ذهب. وليد الركراكي يكتب التاريخ، حيث أصبح أول مدرب عربي يحقق هذا الإنجاز ويقود بلاده إلى ربع النهائي، وأول مدرب أفريقي يتأهل إلى هذا الدور في تاريخ كأس العالم، حيث زاد من طموح المنتخب المغربي في رغبته بأخذ كأس العالم.